عندك ألم في الركبة ومحتاج تعرف ايه اهم التمارين اللي تساعدك تتخلص من الألم ده وتقوي العضلات وتعالج المشكلة دي؟ فالنهارده ان شاء الله هعرفك اهم 3 تمارين بنستخدمهم في تأهيل آلام الركبة واللي هيفرقوا معاك بشكل كبير جدا ان شاء الله، لان بالتمارين دي هنقوي عضلات الركبة وهنعمل توازن بين عضلات الركبة الأمامية والخلفية، لان غالبا هتلاقي عضلات الركبة الخلفية بيكون فيها شد وعضلات الركبة الأمامية ضعيفة ومش قادرة توازن بين الشد بين عضلات الركبة الخلفية دي. فاحنا النهارده هنركز على تقويه العضله الاماميه الضعيفه دي بدون ما نحط ضغط على مفصل الركبه، وهنعمل اطاله للعضلات الخلفيه اللي شاده، وهنقوي عضلات الاليا عشان نعمل توازن بين العضلات، بحيث التوازن ده هيقلل الحمل اللي واقع على مفصل الركبه، وهيقلل الضغط المباشر كمان اللي واقع على غضاريف الركبه، وهيريحك بشكل كبير جدا ان شاء الله. اول تمرين هنبدا بيه وهو ستريت ريج ليز، والتمرين ده مهم جدا لتقويه العضلات الاماميه بدون ما يحط حمل او ضغط جامد على المفصل بتاع الركبه. فاحنا هنقوي العضلات بدون ما نعمل اي حركه في مفصل الركبه، والتمرين ده مهم جدا في تقويه العضله وهيفرق معاك بشكل كبير جدا ان شاء الله. تنام على ظهرك وتتني رجلك السليمه، تشد مشط رجلك وترفع رجلك لحد اختها كده، تنزل وترفع تاني، تنزل وترفع تاني بنفس الشكل ده كده بالظبط. هتعمل 10 عدات وتريح 10 ثواني، 10 عدات وتريح 10 ثواني، 10 عدات كمان. تمام. تاني تمرين هو هامسترنج ستريتش، والتمرين ده بيعمل اطاله للعضلات الخلفيه وبيحسن مرونتها، فيقلل الحمل اللي واقع على مفصل الركبه برضه ان شاء الله. هتنام على ظهرك وتجيب فوطه او ملايه وتمسك بيها رجلك بالشكل ده كده، وتفضل ثابت في وضع الاطاله للعضلات الخلفيه لمده نص دقيقه، وتعمل للرجل التانيه نص دقيقه، وتكرر كل رجل 3 مرات. تمام كده. تالت تمرين وهو بريدجنج اكسرسايز، وده تمرين بيقوي عضلات الاليا عشان نعمل توازن بين العضلات الاماميه والخلفيه، ونقلل برضو الحمل اللي واقع على مفصل الركبه ان شاء الله. هتنام على الارض وتتني رجلك الاتنين 45 درجه كده، وترفع وسطك لفوق بالشكل ده، وما ترفعش لوح الكتف كده، لوح الكتف ثابت على الارض. طب ترفع وسطك لفوق وتنزل وتطلع تاني، تعمل 10 عدات وتريح نص دقيقه، 10 عدات وتريح نص دقيقه، 10 عدات كمان. تمام كده. الثلاث تمارين دول هيساعدوك بشكل كبير جدا في تقويه عضلات الركبه وعمل توازن عضلي بين كل العضلات المحيطه بالركبه، وهيقلل الحمل اللي واقع على مفصل الركبه، فهيقللوا الالم معاك بشكل كبير جدا ان شاء الله. وطبعا لو عملت التمارين دي وما ارتحتش يبقى لازم تروح لدكتور علاج طبيعي، هيفحصك ويعمل لك شويه تستات كده ويعرف ايه المشكله اللي عندك بالظبط، ويصمم برنامج تاهيل مناسب لحالتك بالظبط، وهيفرق معاك كتير جدا العلاج الطبيعي طبعا. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص، نشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.